السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده في سوق علي الفوارق ما شاء الله كتير جدا جدا. شوفوا البطاريخ اهو، بوريكم اهوت هو بيعمل الفوارق بينضفها ازاي. ب 40 جنيه وناقم الجزء، ب 40 جنيه وناقم الجزء. ما شاء الله فوارق كتير قوي في السوق. بسم الله ما شاء الله. صلاة النبي مكسبة، صلاة النبي مكسبة، صلاة النبي مكسبة. ما شاء الله على الفوارق كتيرة جدا ما شاء الله، والبطاريخ حلوة قوي. هوريكم هو بينضفها دلوقتي. صلاة النبي مكسبة. ما شاء الله اوعى صلاة النبي، صلاة النبي، نائب الجزء، نائب الجزء. ما شاء الله. شوف بقى هو بيفتح الفوارغ ازاي. 40 جنيه فوارغ ودي، 40 جنيه فوارغ ودي، فوارغ فوارغ فوارغ، 40 جنيه فوارغ ودي، 40 جنيه فوارغ ودي. بلفلة وبرنجان، بلفلة وبرنجان، بلفلة وبرنجان. ما شاء الله السوق زحمه النهارده، والفوارغ ما شاء الله كتير جدا في السوق. فوارغ ودي، 40 جنيه فوارغ ودي، 40 جنيه فوارغ ودي. ما شاء الله خير ربنا كتير اهو. السمك ما شاء الله كتير. بلفلة وبرنجان، بلفلة وبرنجان، لازم تصلي على النبي. سلام. بلفلة وبرنجان، 40 جنيه فوارغ ودي. بلفلة وبرنجان، زي زمان، بلفلة وبرنجان، زي زمان، بلفلة وبرنجان، زي زمان، زي زمان. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده نزلت السوق عشان اجيب ما شاء الله بوري كده عشان املحه. ما شاء الله الله البورية يعني كبيرة ما شاء الله ازاي. انا بحب قوي اجيب السمك الكبير ده قوي للتمليح، ما بحبش اجيب سمك صغير. ما شاء الله الله بسم الله ما شاء الله. سمك كده كبير حلو كده وطازه. طبعا هنضفه بقى معاكم واقول لكم بقى ان التمليح بيتعمل ازاي. انا جبت سمكتين بس اتنين، بس انا عارفه ان السمكتين دول مش هيقضوا، يعني لما اروح السوق ان شاء الله هبقى اجيب تاني واملح، لان الاتنين دول طبعا ما يقضوناش. ما شاء الله حلو جدا. بنحب السمك الكبير قوي في التمليح، بيبقى كله لحم كده وبيبقى حلو قوي. وجبت معاكم كوسه خضره كده وحلوه، هحشيها نعمل محشي ان شاء الله وهحشيها معاكم. جبت بتنجان طازه كده وحلو ان شاء الله، بيلمع كده وحلو. جبت معاكم بطاطا 3 كيلو بطاطا هشويها بردك في الفرن. جبت معاكم 3/4 بانيه. وادي الفيجيتار اللي انا كنت بقول لكم عليه حلو قوي. الفيجيتار ده للتتبيل حلو جدا، بيقرمش كده وبيخلي الفراخ البانيه حلوه قوي. وجبت معاكم كنافه ان شاء الله نبقى بردك معاكم، هنعملها معاكم باذن الله على القناه. ادي المشتريات بتاعتي ان انا جبتها النهارده، يا رب ان شاء الله تعجبكم. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ احنا دلوقتي هنغسل السمك غسيل حلو هوريهولكم، وهننضف الخياشيم بتاعته ونوقفه كده علشان يصفى كل الدم اللي فيها. هوريلكم ان شاء الله، وهوريكم البانيه هتبله ازاي. هنشوي بردك بتنجان، هنسيب شويه نعمل فلفل وبتنجان، وشويه هشويهم واعملهم بابا غنوج. يا رب ان شاء الله المشتريات بتاعتي هي بسيطه مش كتير، يا رب ان شاء الله تعجبكم. يخليكم معايا ما ننضف السمك بقى بتاع التمليح. السمك معانا اهو. احنا هنعمل بقى ايه دلوقتي في السمك؟ هنغسله غسيل حلو جدا تحت الحنفيه كده من الخياشيم بتاعته كده. ما شاء الله صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. الخياشيم بتاعته اهم حاجه ان هي تتغسل حلو جدا من الخياشيم من هنا، وبقه من هنا كده يتفتح كده اهو، من هنا اهو كده اهو، بقه كده يتفتح من هنا كده، والخياشيم بتاعته دي ما شاء الله
بسم الله ما شاء الله، سمك حلو قوي وكبير ما شاء الله وسمين جدا. طبعا الفوارغ ايامها دي، والسمك اللي هو اللي بيبقى يعني مش مبطرخ ده مش مبطرخ، ده بوري بتاع تمليح. انا جايبه الكيلو ب75 ما شاء الله. بيبقى كله لحم كده ما شاء الله، وكبير ازاي ما شاء الله. ما شاء الله عايزه اوريكم السمكه يعني ما شاء الله من التصوير كمان ظالم حجمها، يعني هي ما شاء الله عريضه كده وحلوه اهي ما شاء الله. حجمها ازاي بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا بعد بقى ما هننضفها كده اهو، احنا نضفنا اول واحده اهي، نغسلها غسيل حلو. طبعا لسه هتتنشف، نغسل التانيه معاكم ان شاء الله اهي بسم الله ما شاء الله. برضك هنعمل الخياشيم بتاعتها كده، هنفتحها كده برضك من هنا. لازم الخياشيم تتغسل حلو قوي، تشال منها الدم ده كله كده، والجنب التاني كده زيه. طبعا ده بقى هنجيب مناديل، وهنجيب حتت مثلا قماش عندنا مش عايزينها، وهنحط في الخياشيم دي كويس قوي لما تتصفى خالص خالص ما شاء الله كده. لما تتصفى خالص معانا ما شاء الله، لما تتصفى خالص كده من هنا تحط برضك من هنا، نفتح دي كده بقها كده من هنا كده اهو، لازم بقها يتفتح كده من هنا. طبعا كل ده هيتسبقى ويتصفى خالص معاكم السمكتين دول ما شاء الله. ان شاء الله هجيب بقى معاكم دلوقتي مناديل، او هجيب معاكم خرق دلوقتي مثلا بيضه كده انا مش عايزاها، هحطهم دلوقتي يتصفوا من الوقت يتغسلوا غسيل حلو. بس اهم حاجه لازم الدم اللي فيه ده ينشف قوي قوي قوي، ويتصفى من الميه كويس جدا جدا قبل ما قبل ما يتملح. طبعا انا بقى هجيب دلوقتي طبق كبير كده او كوبايه كبيره، هصفي فيها بقى السمك ده، واسيبه بقى يصفي ميته خالص. بس بعد طبعا ما نشفه كويس قوي، ولا نشف الخياشيم كويس جدا من الميه ومن الدم اللي فيها، لازم قوي قوي يتصفى وينشف، والدم اللي في الخياشيم بتاعته دي تنشف كويس جدا، ونصفيه خالص مش هيبقى فيه ولا نقطه ميه. هنسيبه بقى بتاع 6 ساعات، 6 ساعات وهو واقف كده. يعني الوقت الساعة كام؟ الوقت الساعة 3 ونص. هنعد بقى 6 ساعات معاكم، ونوقفه معاكم بالمنظر ده لحد 6 ساعات، وبعد كده منلحه بقى معاكم. هجيب بقى الوقت القماشة بقى، وهصفيه كويس جدا جدا من الدم اللي فيه، واوقفه بقى معاكم واوريه لكم. ما شاء الله حجمه حلو قوي ما شاء الله. الفسيخ ده لازم يتجاب يعني، يبقى السمكيه ما شاء الله كده عريضه كده، وحجمها حلو كده، عشان تبقى تدينا لحم كده. وتبقى اهم حاجه في السمك كمان ان هو يكون طازه طازه، يعني طازه، يبقى الخشب بتاعته حمرا خالص اهي، طازه ما شاء الله خالص. لازم يكون طازه عشان فصله كده يبقى لونه وردي كده وحلو، ويبقى محمر كده وجميل، ويبقى ريحته حلوه كده كمان لما يتملح. يلا مش هطول بقى الفيديو عليكم، هجيبه بقى ونشفه حلو قوي واوريه لكم. ما شاء الله جبت الفلينه اهي من بتاعه عيالي، فلينه بيضه اهي، هقطعها بقى حتت كده صغيره كده اهو. طبعا الفلينه دي نضيفه، هقطعها كده حتت صغيره بالمنظر ده كده، وهعمل بها الفسيخ بقى. عشان طبعا مناديل ورق هياخد مناديل ورق كتير جدا، وانا ما عنديش مناديل ورق، فاتصرف جبت فلينه بيضه اهي زي الفل. هعملها بقى معاكم للفسيخ. هقطعها بقى حتت صغيره زي الفل، واعمل بقى الفسيخ. هقطعها بقى حتت كده صغيره بقى واوريها لكم. قطعت المناديل اهي، امسحها بقى كده حلو قوي كده، امسحها حلو كده، لازم يتنشف حلو قوي من الميه. الله اهو. بعد ما نضفنا السمك وخليناه يتصفى كويس جدا من الدم اللي فيه، ومفيش فيه ولا دم خالص، والخياشيم بتاعته بقت ناشفه خالص زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي بقى اهم حاجه دلوقتي التتبيله بتاعت السمك دلوقتي اللي هو الفسيخ يعني. هنحط فيه كاري، هنحط فيه شطه، وهنحط فيه كركم. انا ما لقيتش كركم عندي، لقيت كاري ولقيت شطه. طبعا هنخبطهم على بعض كده بالمنظر ده كده اهو. وهملي بقى الخياشيم بتاعت السمك ملح مليان على عينه، والبق بتاعه كله هخليه كله مليان ملح. انتوا شايفين كده دلوقتي. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. هنملي الخياشيم كده، لا مليانه ملح على الاخر. تاني زيه اهو. هنملي الخياشيم خالص، هنخليها كلها مليانه على عينها ملح من هنا كده
بقها اهو، ده برضك هيتحط فيه ملح. لازم الملح يبقى كتير في الفسيخ علشان يتملح حلو. ملخبطين كيس خشن على كيس ناعم. التانية كده زيه، خلصنا دي كده اهو. لسه بقى نحطها في كيس تلاجة، لسه بقى نحطها في كيس تلاجة كمان. بصي هنحط كمان عليها ملح ايه كده. تاني زيها اهو. نفتح ده كده، المنظر ده كده. انا بعمل فسيخ حلو جدا جدا زي الجاهز بالظبط بالظبط يعني، وانضف كمان احسن. طبعا انت عارفاه بيتنضف ازاي، وعارفاه بتحط فيه ايه. بصراحه بيبقى حلو جدا جدا، بملحه بيبقى في منتهى الجمال، وعيلي طلبوه مني كذا مره. كانوا عارفين ان الحاجه غاليه في السوق، فانا على قد ما قدرت يعني جبت سمكتين اتنين بس. انا عارفه ان كمان السمكتين دول كمان مش هيقضونا. ربنا يسهل ابقى اجيب كمان سمكتين، الحاجه غاليه بصراحه ربنا في السوق جدا، عشان كده جبت سمكتين اتنين بس. اهو كده اهو، اتفتح كده من هنا كده، وتحط برضك فيه ملح. طبعا بقى انا كده خلاص مليت كل الخياشيم بتاعتها ملح خالص على عينها كده. هجيب بقى كيس تلاجة بقى معاكم اهو، ان شاء الله هجيب بقى كيس تلاجة معاكم، وهلفه وهقول لكم بيتعمل ازاي بالظبط. هجيب بقى كيس تلاجة بقى واغسل ايديا بقى واوريكم بقى بيتلف ازاي. طبعا كيس التلاجة ما خشش في الفسيخة. الله، الفسيخة كبيرة وكيس التلاجة ما خدش الحجم بتاع الفسيخة. فانا عملت ايه، جبت كيس كده، اكياس كده بيضة كده كانت عندي. حطيت الخياشيم اهي ما شاء الله كلها مليانه على عينها اهو. لازم الملح يبقى في الكيس كتير قوي كده تحت الفسيخه. لازم الملح يبقى كتير قوي كده تحت الفسيخه كده اهو، بالمنظر ده. هقفلها بقى كده، هحط كل واحده لوحدها، لان طبعا الواحده كبيره ما شاء الله، ما ينفعش الاتنين يتحطوا ايه يعني مع بعض، كل واحده لوحدها. لان كبير ما شاء الله، لو كان صغير كنت ايه حطيتهم الاتنين مع بعض بالمنظر ده كده. هعمل التانية اهي، هربطها بقى، لسه هلفها بقى وهربطها معاكم. هسيبها كده بقى، هعمل التانية برضك اهي. هعمل التانية ما شاء الله. لازم الملح يغرقها من تحت ومن فوق كده، لازم. لازم نعمل بقى لما نيجي بقى يعني، هنسيبها كده يوم ولا حاجة، ويومين كده كده ان شاء الله بإذن الله هنقلبها الجنب التاني في نفس الكيس. يعني نقعد نقلبها مرة كده، مرة على الجنب ده ومرة على الجنب ده. الملح هياخد الايه السمكية كلها كده اهي. الخياشيم تبقى مليانة ملح خالص اهي، ولازم يبقى من تحت فيها ملح كويس جدا. نلم الملح اللي هنا كده اهو، في ملح اهو تحت في الكيس اهو، الشطه اهو. هنقفل بردك عليها برضك، هقفل بقى عليها بقى حلو قوي، واقفلهم كويس جدا بقى واوريه لكم. عملتهم بالمنظر ده اهو، لفيتهم لفه حلوه جدا. يعني يوم كده ولا اتنين هقعد الفه، يعني اجيبه على الجنب ده شويه وعلى الجنب ده شويه، هلفه كمان لف جامد قوي، واخلي كل واحده لوحدها اهي. وعينه بقى، ادي التمليح الفسيخ بطريقه كده سهله كده وبسيطه. يا رب بقى ان شاء الله الفيديو يعجبكم باذن الله، واللي ما حطش لايك يحط لايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.